السلام عليكم ومرحبا بكم معايا فيديو جديد على القناة. مرحبا والف مرحبا، نتمنى تكونوا كاملين بألف خير ان شاء الله. اليوم ان شاء الله فكرت ان بما ان بزاف ديال البنات عندهم المشكل ديال الادخار او تكبير هامش للادخار، هاد جوج حالات كاينين بزاف. فانا قلت علاش لا لي ما نشاركش معاكم من خلال التجربه ديالي واحد 8 ديال الحيل او افكار او نصائح ممكن تعتبروها اي حاجه من هاد الثلاثه هادو سهله باش انك تخسري اقل في المطبخ، وبالتالي تتولي مرتاحه في المصروف ديالك ديال المطبخ، وتتولي تشوفي في اشياء اخرى وتتكبري داك الهامش ديال الادخار، او تتولي تدخري، لان كاين اللي عندهم مصروف ديال المطبخ اللي هو كبير جدا ومع ذلك ما تتكونش عندها الادخار. مثلا كاين اللي عندها 5000 درهم وعندها 0 درهم ادخار. والله العظيم انا تعرفت على بنات اللي عندهم تكتر كاع من 5000 درهم والادخار 0. يا اما تجي مع الشهر نيشان، يا اما العشريه من الاخرى تكون عندها مشكل، يا اما بحال اللي عندها 1000 1500 2000. عندها واحد النوع ديال المشاكل اخرى ولكن نفس النتيجه. اليوم ان شاء الله غادي نحاول انني نتقاسم معاكم 8 ديال الافكار اللي هي او حيل، انا تنعتبرها حيل لانك تتحايلي على شحال من حاجه تدا نتوما غادي تشوفوا، باش تبقاي انتي مرتاحه الشهر كامل من الاول حتى الاخر. واخيب حاجه هي ان الاسبوع الاخر او 10 ايام من الاخر دوزيها مزيره، تتحسي براسك ما درتي والو خلال الشهر، ما درتي حتى انجاز، تحسي براسك انك صافي شديتي دوك الفلوس تقديتي تطيبي بواحد الطريقه عشوائيه ما نظماش راسك، ما غادياش مزيان، ما تحسيش بتفاؤل. المهم اول فكره بلا ما نطول عليكم او حيله هي انك ملي تاخدي الفلوس ديال الشهر ما تمشيش نيشان تقداي، تمشيش مباشره تقداي، خودي دوك الفلوس عندك حطيهم جانبا، هذه في الاول ديال الشهر او في كل وحده امتى تتشد المصروف ديالها تحطو تخليه. نمشي ندير واحد الدويره في البلاكارات ديال التقديه، الثلاجه، نشوف المجمد، وكما تتعرفوا المجمد راه تيعاون بزاف 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 في الاقتصاد في المصروف، تتكوني دايره فيه بزاف ديال الحاجات تيعاونوك. وتنحاول ندير اكبر عدد من الوجبات، تنشوف اشنو ممكن ندير انا بهاد الاشياء اللي باقا عندي في البلاكارات وفي الثلاجه وفي المجمد. المهم في الكوزينه ديالي تنحاول ما نشري حتى حاجه، وهاد الطريقه تنكون كسبت بعض الايام من الشهر، تقدر توصل اسبوع حتى الاسبوعين، كاينه اللي تقدر توصل حتى الاسبوعين. المهم نخليونا في اقل حاجه اسبوع، وتتولي فقط خدامه على 3 الاسابيع فقط. نهار تتمشي تقداي راه تتمشي تقداي على اساس راه في الشهر بقات فيه 3 اسابيع. وهذه طريقه راه ماشي طريقه جديده، بزاف ديال البنات يعتمدوها وناجحين فيها، وانا صراحه تنعتمدها. وبعض المرات علاش ما تنديرهاش انني تنكون باغا نشارك معكم التقديه في الاول ديال الشهر، وهذا داكشي علاش بعض المرات ما تنديرهاش، نمشي نتقدى في الاول ديال الشهر باش نشارك معكم التقديه. اما مؤخرا تقريبا شي 3 الاشهر هادو وليت واحد 10 ايام ما تنتقداش فيها في الاول ديال الشهر، عاد تنمشي نتقدى، وتنحس براسي الشهر في ساعه داز، وداكشي اللي جبت تيدوز لي الشهر بواحد الطريقه اللي سلسه وسهله، وما ما تنتزيرش في الاخر ديال الشهر نهائيا. وهاد الطريقه هذه راه معروفه، تنسميوها الجران، تيسميوها الجران. انا شفت شي بنات تيديروها وعجباتني وجربتها، لقيت راسي تنديرها اصلا واخا ما عارفاش انها طريقه تعتمدوها البنات.
وممكن نسميوها ايضا فاش تسمعوا اسبوع بدون مال مثلا، يعني تدوزي واحد الاسبوع ولا 10 ايام وانت ما جبتيش جد ريال، ما جبتيهاش، ما خسرتيهاش. علاش؟ لان كوزينتك فيها، يعني راه ممكن تعتبري بحال الزوج ديالك مازال ما عطاكش المصروف ديالك وتتبقاي غاديه ديباني، وما تديبانيش، غتديري وجبات اللي هما زوينين وصحيين. يعني خص هذا هو الشرط، ماشي ديباني هي ديري، يعني ديري شي وجبات اللي يعني خايبه، او شي وجبات اللي ما عندها حتى معنى. يعني تكوني متاكده من خلال الشوفه ديالك لهداك الشيء، تعرفي شحال من نهار غيدي لك هذوك التقديه اللي بقات لك. بالنسبه للحيله او النصيحه الثانيه هي لائحه التقديه. ضروري تكتبيها، ضروري تاخدي واحد الورقه وتكتبي اللائحه ديال التقديه. يعني اشنو خاصك ضروري تجيبيه، يعني داكشي اللي خاصك كل شهر تجيبيه على حسب اللي دايره ستوك، اللي ما دايراش، اللي يلا شاده المصروف. واشنو بغيتي تجيبي في ستوك حتى هي ديري اللائحه، اشنو هذاك الشيء اللي نويتي ان داك الشهر بغيتي تزيديه في ستوك، واشنو غادي تزيدي في كرتون رمضان. اشنو الحاجات اللي بان ليك انها اولويه انك تجيبيها تزيديها في كرتون رمضان هذاك الشهر، لان كاين شي حاجات اللي كل وحده ادرى اشنو الحاجات اللي تستعمل اكثر. فمن الاحسن نسبقوا دوك الحاجات اللي عندنا مهمين، عاد من بعد يعني في الشهور الاخرى او في الشهر الاخر تزيدي واحد الحاجات اللي هي بسيطه، تتكون الثمن ديالها قليل وما تتزيركش مع التقديه العاديه ديال الشهر اللي تيجي فيه رمضان. بالنسبه للحيله الثالثه او النصيحه الثالثه ايضا هي جدول اكل اسبوعي او شهري الى كان ممكن، باش تكوني عارفه المواد الغذائيه اللي انت محتاجه انك تشريها. يعني خصوصا البنات اللي تيكونوا يلاه بادين، يعني تيشدوا المصروف ديالهم يلاه غاديين معاه، تتقولك اشنو ما تنعرفش اشنو خاصني نجيب هاد الشهر، اشنو الخضار، شحال الكميه. الا درتي جدول اكل اسبوعي وشهري، علاش لا ديريه شهري، يعني ماشي شي حاجه اللي صعيبه، تكوني عارفه الماكله اللي تتاكلوا، الوجبات اللي تعجبوكم، اشنو تتستهلكوا خلال الشهر، الحاجات اللي ما تتاكلوهاش ما تجيبيهاش. ومع الوقت والتجربه راه تتولي عارفه شنو تشري والكميات، مع التجربه على حساب الا كانوا العطل، على حساب اوقات الدراسه، على حساب واش الصيف ولا الشتاء. يعني بزاف ديال الحاجات تتاثر ليك على اشنو تتقداي. يعني ما تبقايش تقداي العام كامل بنفس الطريقه وتجيبي نفس المواد، لا، بعض المرات شي اشياء ما تكونيش معوله تجيبيها، خصوصا في الخضار ولا هذه تجيبيها. بعض المواد تجيبيهم، مثلا شي خضار تجيبيهم تتكوني ناويه تجيبي كميه قليله، تلقاي ثمن مناسب مثلا تجيبي ديري منها ستوك. بزاف ديال الحاجات تاثروا على المصروف ديالنا. احنا خصنا نعرفوا كيفاش نتعاملوا مع الوقت، راه تنوليو عارفين كيفاش نتعاملوا مع داك المصروف سواء قليل او كتير. وايضا تنوليو عارفين المواد الغذائيه اللي تنستهلكوا بزاف، تنجيبوا منها كميات كثيره. المواد اللي عارفه راسي الاستهلاك ديالها قليل نجيب منها شويه، يعني نجيب منها غير القياس. وهكذا يعني هكذا تنبداو نتعاملوا او تنتحايلوا على داك المصروف ديالنا بهذه الطريقه هذه، وشويه بشويه راه تتولي تتوصلي لواحد، في الاول تيجيك شويه بحال غادي ما منظماش، ما واحد شويه تحسي براسك مسيطره على الامور ومسيطره على المصروف ديالك سواء كان قليل او كتير. خصوصا الا كنتي تنظمتي في الادخار ديالك، انت تنظمي في الادخار ديالك تتولي مرتاحه، لان هذاك الادخار بالضبط تقدري تحلي به مشاكل كثيره في المصروف ديالك، ماشي تتحوليه لاشياء اخرى من غير داكشي ديال الكوزينه، ولكن المهم على الاقل راه تيعاون بزاف بزاف في المصروف ديالك في المطبخ، باش تبقاي دائما غاديه مرتاحه خلال السنه كامله. رابع حاجه هي نقسم التقديه ديالي على حسب الاماكن اللي غادي نشري منها.
كيفاش؟ يعني انا بالنسبه ليا ما تنشريش من بلاصه وحده، لان تيبان ليا هاد البلاصه هاد الحاجه فيها مزيانه، هاد البلاصه لا، فهمتوا؟ يعني تنختار، نحاول نختار انايا، نتبع الثمن المناسب ونتبع الجوده حتى هي خصها تكون. يعني ماشي دائما نتبع الرخاء ونجيب اشياء رديئه، راه تتصدقي تيقولك عند رخصو تتخلي نصو، يعني تتصدقي خاسره واحد المبلغ كبير على واحد الحاجات اللي هي ما عندها حتى معنى. مثلا العطريه، الدقيق، المكسرات بحال اللوز، القرقاع، كاوكاو، زنجلان مثلا، تناخدها من الهريب واحد الثمن مناسب، وفي نفس الوقت تنجيبها جديده والجوده، لان الهريسه تكون تتمشى في هاد الامور هذه، فتجيبي حاجه زوينه. القطاني بحال اللوبيا، العدس، الفول، بعض الاحيان زنجلان وكاوكاو تنجيبهم من السوق، يعني تيكون بثمن مناسب وتيكون جديد. خصوصا الاسواق الاسبوعيه تتكون كبيره وتيكون فيها واحد الرواج كبير، تتجيبي الجوده وتتكون فيها كثره العرض وكثره الطلب، يعني تيكون فيها بجوج، كثره العرض وكثره الطلب، وتيكون داكشي دائما كل اسبوع او اسبوعين راه تلقاي السلعه تبدلات وجات سلعه جديده. والمواد الغذائيه الاخرى مثلا داكشي ديال غوتي وداكشي ديال مثلا، المهم داكشي اللي بقى من غير هادشي اللي ذكرت لكم تنجيبو من بيم، تنمشي المرجان، بعض المرات تنمشي الكارفور، ما تنمشيش ليهم كاملين، ولكن كل مره تنختار فين نمشي. وبالنسبه لخامس حاجه هي نستغل التخفيضات والهميزات، وضروري خاصك تعرفي كيفاش تعاملي معها. ماشي اللي لقيتي فيه تخفيض تاخدي اي حاجه وانت ما محتاجاش، ولا يعني ما تحتاجيش بزاف واحد الماده ما كاينلاش تجيبي منها كميه كثيره بزاف. نجيب من داكشي اللي غادي ينفعني حتى في المصروف ديالي، خليني واحد الشهر نقدر ديك الماده ما نجيبهاش. يعني اولا خاصهم يكونوا مواد اللي موالفه تستهلكيهم بكثره ومده الصلاحيه تكون طويله. وثانيا الا كانوا هاد التخفيضات رغم انهم تخفيضات مغريه يرونوا لك الميزانيه ويخليوك تدوزي الشهر مزيره، فمن الاحسن بلاش. يعني نجيب الحاجه اللي تخليني دائما مرتاحه ومسيطره على الوضع. لان الستوك ديالنا خاص تكون فيه مواد اللي هي مفيده الغالبيه ديالها تكون اساسيه باش نستافدوا منها في الشهور الجايه. يعني ماشي نستوكي مواد اللي ما عندها حتى فايده وما عندها فاش تنفعني، لانها تتخسرك الفلوس وتتعمر لك المكان ديال الستوك بلا فائده تذكر، وتتبقاي يعني بدل ما انك تنظمي وتستافدي من هذاك الشيء اللي تجيبي، فتتولي في مشكله اللي هي كبيره، ما تتروني اكثر ماشي تتنظمي. والحيله السادسه او النصيحه السادسه، وراه تنقولها لكم بزاف تاع الفيديوهات، وتا هاد النصائح اللي تنقول لكم اليوم راه تنذكرهم لكم مع اشياء اخرى، هي انني نحاول نصايب في الدار اكثر عدد من المواد فاش يكون عندي الوقت. يعني ما نزيرش على راسي، فين ما كان عندي واحد الوقت ديال الفراغ نصايب شي اشياء. وتيكون عندنا بطبيعه الحال خلال النهار، خصوصا السيدات اللي تيكونوا ربات البيوت وتا اللي خدامات، ولا بد تيجي واحد الوقيت تيكون عندهم واحد الفراغ نستغله. مثلا ندير الشوكولاته ديال الدهن، ندير املو، نصايب املو بزيت الزيتون، راه دابا ولاو تيدار بزيت الزيتون تيجي زوين. نصايب مربى يعني بالفاكهه اللي عندي كثيره او اللي متواجده في ديك الوقيته، نصايب جبن. هاد الشيء كاع اللي غنذكر لكم دابا انا راه دايره في القناه وراه متواجد تبارك الله في اليوتيوب، اي وصفه بغيتي تلقايها. نصايب السمن البلدي، الزيتون نحاول نصايبه في الوقيته ديالو، ندير زيتون مشرمل، ندير الزيتون الكحل، الزيتون الخضر، الاشياء كل حاجه فوقيتها ندير منها شويه شويه تتنفع وتتقلل عليك المصروف واحد الفتره. نصايب صلصه الطماطم، يعني رانا شاركت معكم الطريقه ديال التصبير ديالها ومازال الا درتها تاني غنشاركها معكم ان شاء الله في خلال التحضيرات ديال رمضان ان شاء الله. ندير الصلصه ديال الفلفل الاحمر، حتى هي راه ساهله، راه بحالها بحال ديال الطماطم ما فيهاش شي تعقيدات.
باش نقص الاستهلاك ديال التحميره، نزيد البنه في الاكل ديالي. نصايب ديك البودره ديال الشوكولاته الساخنه فايت شاركتها معكم شحال هذا، ان شاء الله دابا نعاود نشاركها معكم، تتوجديها وتخليها وقت ما بغيتي ديريها لوليداتك وليك كنتي ايضا تديريها، حتى هي تتكون اقتصاديه الا صايبتيها في الدار. نصايب مسيمنات، بطبوط، بغرير، الحاجه اللي انا عارفه راسي تنصايبها وتتصدق زوينه، تي الا خزنتها بعدا تنخزن واحد الحاجه اللي زوينه. عجينه البيتزا اللي تتكون طايبه، يعني دوك الفون ديال البيتزا تا هما الصغيورين الكبار، حريشات، كيكات، واخا ندير غير كيكه ولا جات ونقطعهم نديرهم بواطات ونخزنهم. حلويات ايضا تيعاونوني مع الوليدات ومع الضياف. القزبر والمعدنوس والكرافس نقطعهم ونحتفظ بيهم فاش تكون الحراره نيبسهم، ورا شاركت معكم الطريقه. فلفله الوان مثلا نجيب واحد الكميه، ماشي ضروري نجيب كميات كثيره، نقطعها ونحتفظ بها. خيز براسو الا كان عندك كثير ولا كان اخر الاسبوع وبغيتي تمشي تقدي، تحكي منه هذيك الكميه اللي بقات هو القرعه ولا، ونحتفظ بيه تينفعني واحد النهار تنعمر شي خبيزات ونتغدى بهم. علاش لا، ماشي ضروري اني نديرو مع الكوتي. القشور ديال الحامض والبرتقال الكيك، يعني فين ما بين نعصر شويه الحامض ولا نعصر الليمون، نستغل ديك القشره ديالهم ونحتفظ بها. بالنسبه للكيكات والبسبوسات بزاف ديال الحاجات ممكن اننا نديروهم ونكسبوا بهم الوقت والجهد والفلوس ايضا. والنصيحة السابعة اللي سنعتبرها أيضا مهمة جدا وتدير فرق، ويعني قاع البنات اللي مجربين هذه الطرق هذه نتمنى أنهم يشاركوا معنا التجربة ديالهم في لي كومونتير. يعني بالنسبة للأوقات ديال التقضية، إلا كان بالإمكان اللي عنده مصروف مثلا شهري تقضى جميع المواد اللي محتاجة لها مرة واحدة، فهمتي، خاصة مواد ديال الهري. يعني ندير واحد النهير خاص نتقدى فيه جميع المواد اللي خاصيني. وبالنسبة للخضر والفواكه من الأحسن كل 10 أيام أو 15 يوم. 15 يوم تجيني أنا مزيانة، ما عمرت فسدات لي أنا شي حاجة في خلال 15 يوم في الثلاجة ولا، يعني تتحتفظي بها، تتحاولي إلا دارت الماء نمسحها ونعاود نرجعها وصافي تتبقى 15 يوم وأكثر، يعني يكون أحسن. ولأن علاش؟ لأن التقضية ديال يعني التقضية ديال كل يوم أو يومين تتكون خايبة بزاف، تتقدري تخرجي باش تجيبي غير نص كيلو ديال الكسكسو تتولي جايبة أشياء أخرى، يعني انتي في غنى عنها، يعني تصدقي جايبة أشياء أخرى. يعني نقللوا من عدد المرات اللي تنتقداو فيها. وثامن نصيحة وهي الأخيرة، وأنا تنظن أن بزاف ديال البنات أو إلا ما قلت كلهم يعني الأغلبية يعرفوها، هي أنك تمشي تقداي وانتي شبعانة، ما تمشيش فيك الجوع. يعني لأن فاش يكون فيك الجوع تتبدي تشهي بزاف ديال الحاجات، خصوصا في الأسواق الكبرى بزاف ديال الحاجات تتكوني ما باغاش تجيبيها تجيبيها. وإلا قدرتي أنك تقداي بلا ما تدي الوليدات ديالك يكون أحسن، لأنهما بحال تيخسروا لك هذيك داكشي اللي تتكوني مخططه. تجيبي بعدا هذاك التقديه ديالك، ولا بغيتي من بعد تشوفي شحال بقى ليك، تشوفي المصروف ديالك كيفاش داير، من بعد تدي الوليدات ديالك تياخذوا داكشي اللي بغاو. اما باش تديهم معاك نهار اللي تتبغي تقضي التقديه ديالك العاديه ديال الشهر، فغالبا تتروني الدنيا وتجيبي شي اشياء، تقدري تجيبي حتى الحوايج بعض المرات ما تتكونيش معوله انك تقدايهم هذاك النهار. والخلاصه من هاد النصائح هي اننا نقللوا الخسران ديالنا في المطبخ، يعني نقللوا يعني الاستهلاك ديالنا في المطبخ او التقديه ديالنا، ماشي الاستهلاك، ونكبروا هامش الادخار. بالتالي يعني مادام الا نجحتي في هذه الخطوه الاولى راه بالتالي تيولي عندك ادخار مزيان وتتولي غاديه في المصروف ديالك مزيان. وممكن هاد الحيل يستعملوهم حتى البنات اللي عندهم الكريدي ديال الحانوت او كريدي ديال الحوايج او كريدي ديال شي حاجه ودائما داير ليهم مشكل، ممكن تستعملوا هاد الحيل باش يولي عندنا داك الهامش ديال الادخار كبير، ونقدروا اننا نحيدوا علينا بحال هاد النوع ديال المشاكل اللي تيبرزطونا خلال الشهر وتيخليونا الشهر كامل وحنا تنخمو
في هذاك المشكل. تنتمنى يعني ان تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو. طولت عليكم، عمرني ما درت شي فيديو فيه 20 دقيقه. يعني تنتمنى يعني تكونوا استفدتوا منه ولقيتوا فيه افكار اللي تفيدكم. تنشكركم بزاف على المتابعه ديالكم وعلى دعمكم، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.